السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا والعود أحمد. صح صيامكم، وصح فطوركم، وصح قيامكم، وصح سائر الأعمال. المهم، في هذا الفيديو راح نتكلموا على موضوع سياسي. كي نشوف انا الناس نقولوا فول جلالي انني انا فيديوهاتي كل تاع قال الولايه تاعنا وذيك ما عنديش. قال لي واحد علاه ما ديرش بالعربيه الفصحى وتنشر يا دير ايش لاهي بالنشر. انا قال جماعتي كيما هاك تاع الجلال وهذيك نقصروا معاهم. اظن رانا حاطين تاي ولا هذيك ونقصروا هذيك وهذا مكان وندير الافراد. كاين ناس راه تنشر فول الجلال، تعطيهم راي اخر يتقشوا وما يناقشوكش طول مثلا واحد مع ايران، جيت تناقشوا قاعد تطرح عليه هكذا فكره يبدا كلاسيك. تو انا والله صح مرض صح. العقليه هذه تاع العواطف هذه، احنا العرب والمسلمين عايشين بالعواطف. العقل ما كانش، ما اكزيستيش ادنى طول. ما كانش العقل ما كانش. الناس تمشي بالعواطف، تلقى واحد يكتب بالعاطفه، ما يحللش واش راه صاير ولا هذيك شكون. دائما يدخل بحراقلي كما نقولوا احنا تاع بكري، يدخل فيها ارضي، يجي مع جهه ويسب جهات اخرين ويقعد شكون. هذه هي. وينشر مش من اجل النشر، من اجل يا خوا ننشر. انا ما كانش اللي يقول لي لا. انا هو يقول لك انا هو اللي ننشر فيه هو الصحيح هو الحق والناس كل باطل ويديها بالعاطفه. كاين اخرين كنت نناقش فيه، ما كنت نحط لهم شويه نقاش وبعد يتهجموا. ايه تركتك في الملوكين انت معاهم مشينا على البوك وبسلالتك. ناس ما تحشمش، ما تقدرش تفكر بالعقل. حطيت منشور نجي ناقشك، ناقشني بالعقل، تناقشنيش بالعاطفه. قاعد في دشره وهاز ميكرو، هاز تكتب ثاني ما تديش حتى فيديو، ما تقدرش حتى توري وجهك، تدرك هكذاك وكتب. خرج دير فيديو واهضر وقصر وخلي الناس تناقش معاك وهذيك ما تديهاش عواطف. احنا دوكا الامه العربيه هذه والاسلاميه تمشي بالعواطف، على بالها رايحين في داهيه. العالم كله تطور، العالم كله علينا تطور، قنابل النوويه من دايره بينا وهذيك. وش مع مزالي سلفيه. الصوفيين الصوفيين يعبد القبور ويعبد الاسماء. هو كاين واحد يدور ينحلو ديال الرصه تاع دي والديه، ينحو من التاريخ. يصحاب الله سبحانه وتعالى كيعود ساكن في مكه ولا ساكن في مدينه ولا ساكن ما عرف شنو. ربي لا يحميه حتى يقعد. المهم يقعد في الدنيا هذه ياكل ويشرب ويتكاثر كما حيوانات، وهذا هو المبتغى. ومن بعد يدخل الجنه. شكون يعيش عيشه الحيوانات. كان في هذا الاكل والشرب والزواج هذا والاولاد هذا مش والاموال هذه حوايج حيوانات هذه. ما يطلعش فكره، ما يطلعش الفكر تاعو الاكثر من هذه الحوايج. على بالك تلقى الموضوعات، تلقى كل زواج وتعدد وزواج ومش عارف شنو والبركه وما عارف شنو فاهمين. ندخل لكم هذا الموضوع تاع دوكا تاع ايران. ايران هذه راه ما عندهاش دخل باسرائيل وقت جات. الشيعة هذه كي احنا ندخلوها من المدخل الكبير. الشيعة هذه مذهب كبير في الإسلام، مسلمين. واحد يقول لك اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي، وتقول له انت ماكش مسلم. كيف تقول له ماكش مسلم؟ ويسبوا فيهم يقولوا مجوس. علاه راهم يعبدوهم في نار. يقول لك يسب في الصحابه، خليهم يسب في الصحابه. هذاك موضوع سياسي،
موضوع سياسي من وقت ابو بكر، من وقت الرسول توفى. عمر وابو بكر وهذيك بايعوهم وحكموا الحكم. كاين اخرين قالوا لهم لا، علاه تحكم انت؟ علاه ما يحكمش علي؟ علاه ما يحكمش واحد اخر؟ علاه ما يحكمش ذيك؟ علاه ما يحكمش هذا سياسي برك. وبعد تطورت ولات مذاهب كما ذوك الشيعة عندهم السنة تاعهم مش كما تاعنا، وعندهم اللي كتبت الاحاديث تاعهم مش كما كان الاحاديث تاعنا. رغم ان اللي كتبوا السنة معظمهم ما همش عرب. الترمذي والبخاري والنسائي وهم مش عارف، هذوما هم كل فرس من كازاخستان وما اذربيجان وما عرفت شنو. كلهم اللي كتبوا لنا. احنا العرب ما كتبنا، واش كتبنا احنا العرب؟ ما كانش. فاهمين؟ هذا قبل نجبدوها من الضربه الاولى. كاين صراع شيعي سني من بكري قبل ما تجي. شوف، قبل ما تخلق الامريكان وقبل ما تخلق اسرائيل، كاين هذه المذاهب بكري كانت تقعر في بعضاتها. يا سي محمد افهم. شوف التاريخ، روح ادرس التاريخ. ادرس ادرس الجماعات هذه اللي خرجت وتقتل في الخلفاء الراشدين و... والحكم الاموي. صفى المذاهب وكل يقعر فيهم. ليه يتحرك قاعد الحكم؟ ليه يتحرك على الحكم؟ يطير راسه. جا العباسيين داروا نفس السفاحين، نفس كما الامويين سفاحين. وبعد يقول لك راهم داروا الفتوحات. راه واش فتوحات اللي دارتها؟ تتقعر في المسلمين، تكتب فيهم، طير فيهم رؤوسهم. احفاد الرسول حسين طيروا له راسه. حفيد الرسول هذاك على واه طيروا له راسه. انا قميثان نجيب لكم قميثان. لا، علاش الحكم؟ ماش علاش الاسلام ولا اسلام؟ فاهمين؟ هذه راه قضيه كبيره بين المسلمين. راهم المسلمين من اللي خلقوا هما يتعافوا بعضاتهم، يخرجوا على بعضاتهم، لان الحكم ما كانش حكم ديمقراطي. البيعه ما عرفوش كيف يستعملوها. فاهمين؟ ما طوروهاش لحد الان. مازال الحكم هو مشكل المسلمين وكل في العالم. مش مشكل الدين. تفرق في الدين هو باين. هو باين تفرق في الدين. الشيعة من هي عندهم طرقهم وعندهم اسماء. وتروح الاسماء وهذيك وين تروح تلقى اختلافات كبيرة، وكانوا يتقاتلوا مع بعضاتهم في الماضي. كل واحد يقول لك انا نتبع في الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم خاطيهم طول وكل انا نقول لك كل واحد شاد دقداقه ودقداقات قالطين، دقداقه صحيحه ودقداقات قالطين فاهمين؟ ولهذا هذا الموضوع هذا راه خطير جدا، وراه من وقت نعدوا 14 قرن. هذا المشكل هذا راه مش من اسرائيل وامريكا واوروبا وذيك. اختص اسرائيل وقت جات 1948 خلقوها. وبصح قبل كانت كاينه الشيعه والسنه. كاينه. كانوا يضربوا مع بعضهم ويتعافروا هذيك. كاين السنه ذوك تلقى فيها الفرق يحسبها بالمئات، الشيعه بالمئات، عشرات اللي راهو كبار. كل واحد كل شيخ يجيب لك طريقه ويجيب لك عفسه يتبعوا اخرين، تولي مذهب وتولي وسماه وتولي ما عرفوش اللي هذيك. فاهمين؟ دوك راه المشكل تاعنا. راه اول مشكل هو مشكل سياسي وتفرق، والمشكل الثاني تفرق ديني. ما يتفاهموش المسلمين الكل. يعني نقول لك ما يتفاهموش على حتى حاجه. كما قال القذافي رحمه الله عليه، كان ديكتاتوري وهذيك خلينا منه السياسه تاعو، ولكن قال كلمه تاع صدق. قال لهم احنا في القمه العربيه، قال لهم ما تجمعنا احنا العرب، ما تجمعنا حتى حاجه الا هذه قاعه. قاعدين في قاعه وقاعدين يسابوا. كيش ما شفتوا انتم؟ روحوا شوفوا الفيديوهات تاع المناوشات هذيك اللي تصير في القمه العربيه. ناس تسب في بعضاتها، رؤساء ملوك يسبوا في بعضاتهم. قذافي يسب في الملك تاع ذاك، هذاك الملك يسب في ذاك، هذاك يسب في ذاك. ولو في بلادهم يسبوا في البلدان الاخرى ويسبوا في الشخصيات الاخرى. هذه هي. هذا هو حالنا. هذا هو الحال. وذوقا
الدول العربية كل ضعيفة جدا، ما تقدرش تدافع عن أرواح. إسرائيل دولة صغيرة ولكنها قلبت العرب كل، ودارت لهم الخريطة، قالت لهم رانا رايحين ندوا من الدجلة والفرات للنيل، لا مش قال سيناء، يدخلوا في مصر ويدوا لها النيل، يدوا لها الشرق هذاك كله، والسعوديه يدوا لها الشمال، ويدوا الاردن، يدوا هذه سوريا والاخرى يسموها سوريا ولبنان وهذيك هاي يحصروهم ويدوهم ويدوا لهم الاراضي تاعهم، وبعد يديروا هذه يسموها اسرائيل الكبرى. كيفاه الدول العربيه؟ شوفوا نعطيكم مثال، مثال. الدول العربيه مش ايران دوك، خلينا من ايران، جبد ايران منها. علاه كي نتنياهو ورى لهم الخريطه، علاه ما داروش اجتمعوا قمه عربيه وندوا وقطع العلاقات، وهذيك شنو يدير لك ارضك وحطها لك؟ عيناني قال لك هذه ارضي، ما فيهاش ايران. ما نقول لكم ايران، اسرائيل الكبرى ها دير الخريطه، ما فيهاش ايران. فهمتوا؟ دول الخليج هي دول عندها ثروات كبيره، ولكن ما هم يفكروا لا في التكنولوجيا، ما هم يفكروا في حرية الناس. حرية الناس ما كاش حريات. يديروا قوانين ما هي إسلامية ما والو، اللي يحكموه يقعروه، واللي يهضر في الحكم يقعروه، واللي هذو هما الخليج. فاهمين؟ دول ضعفاء، سلطت بهم الامريكان، قالت لهم يا ودي لازم تبيعوا بترولكم بالدولار، يسموها هذه السياسه تاع البترول دولار اللي دارتها امريكا. وما عندهم حتى مخرج، ما عندهمش وين يروحوا، ما عندهمش وين يعاونهم. هل مثلا روسيا ولا الصين دير معك اتحاد؟ انت دير معك اتحاد كما نقولوا حلف، اذا حلف كما حلف الناتو، خاطرش حلف الوارسو هذاك تاع حلف وارسو تاع روسيا قبل راح، تاع الاتحاد السوفيتي قبل راح تكسر الروس في 91. بقى حلف الناتو برك دوكا، ما كانش حلف واحد اخر. اسيدي اش دوكا الشيعه هذوما واش يديروا؟ الشيعه هما يحوسوا. انا نهضرها لكم ببساطه، روحوا قراو التاريخ وقراو هذيك. خلينا من اسمع، خلينا من اسرائيل، اختش اسرائيل جات هذاك النهار 1948. خلينا من اسرائيل، جبدها من ايران واش تحوس. هذوما بكري يحوسوا يديروا الحكم الاسلامي الشيعي تاع الاثني عشريه هذه، يقول لك من ولاد علي وتطاطا و12 وما عرف شنو، ومن بعد ما مش حاسبين باللي راه الدنيا هذه ما فيهاش 12 حتى ولد 12 12 رئيس، ما يعودش 12 رئيس. ومن بعد كي حصلوا كيديروا 12 رئيس ولادة علي، ومن بعد حصلوا، ومن بعد ما لقاوش علي واحد من الولاد ما كانش، ما جابش الذر ولا هرب ولا قتلوه ولا مش عارف شنو، ومن بعد حصلوا، ومن بعد داروا هذه تاع الولات هذوما، واحد كيما المرشد هذا وهذيك هو اللي يرشدهم، وهذيك باهي مستناو في المهدي تاعهم، باه هو اللي يعود اللي يحكم من ولاة علي، والحكم في علي فقط. شفتوا كيفاه؟ تاع قريش قال لك الحكم عندنا، الحكم قال لك عندنا، جاو بني اميه قال لك الحكم عندنا، وداروها ملكيه، كانت خلافه داروها ملك. تعرفوا علاه داروها ملك؟ معاويه بن سفيان علاه بدا الدوله الامويه ودارها ملك؟ علاه؟ يورث ولاته ياكلوا ويشربوا ويضربوا عود السلطان، واللي يتحرك يعطوه الحس. اختش بكري العرب، نحكي لكم تاريخيا، العرب عندهم هذه العقده تاع الملك، يشتي كل واحد يولي ملك، على بالي ما يحبوش يتحدوا. الاسلام هو جا وحدهم الكل، ولكن وحدهم بدون ملك،
وحدهم بخلافه بديمقراطيه. لازم الخليفه هذا يتفاهموا عليه الامصار هذه والولات هذوما يتفاهموا. الشعب يواسي، يختار هذا العبد، هذا الزين، هذا اللي يقدر يدير لنا الصناعات ويدير لنا القنبله النوويه ويدير لنا الصناعات ويدير لنا التكنولوجيا وذي. حنا في الدول العربيه تليفون ما يقدرش يخدموه، طقسي ما يقدرش يخدموها. خدموه في القرن 19 طقسي. السكك الحديديه داروها في القرن 18. فاهمين؟ ولا في تخلف كبير. وما يديكش كتشوف انت مثلا قطر وهذيك قطر والامارات والبحرين تشوف فيها بطن ناطحات سحاب. ليه ناطحات سحاب يخدموها تاع قطر؟ دراهم بارد، دراهم بارد. ما عندهمش تكنولوجيا، ما عندهمش شركات اللي تخدم. ما يصنعوا سياره، ما يصنعوا تليفون، ما يصنعوا والو. تجار وخلاص كما بكري. كثر خير البترول اللي راه خلاهم حيين. قال لي واحد راه مش الصراع بين السنة والشيعة. ما على واش صراع؟ على واش؟ وين هو الصراع؟ لو كانت الدول متحدين، كره ما تدخلش اسرائيل وما تدخلش فرنسا، ما تدخلش الانجليز للدول العربيه. كره دوله موحده وكبيره وعندها ولايات، وكل ولايه تتحكم في جزء. مثلا نديروها الولايات العربيه ولا الاسلاميه المتحده. كل ولايه عندها نظام خاص كما المملكه هنا. كل ولايه عندها رئيس ينتخب، ماشي يعين. ما تعينليش واحد من فوق يجي يحكم لك بلادك. ما تعينش، لازم ينتخب من داخل يعرف مصالح البلاد. فاهم؟ لان هذه مشكله تاع اسرائيل وتاع امريكا. راه بين الضعف فقط. الضعف هو اللي خلى دول اخرى تجي وتقسم لك ارضك كما تحب. نعطيكم مثال. شكون اللي دار الدوله يسموها الاردن؟ شكون اللي دار دولة يسموها الكويت، قطر، البحرين، الامارات؟ كان سكزيستي قبائل هذا كانت في الصحاري، هذيك ما عندهم لا دوله لا والو. كل جدد. وشكون اللي قسم الدول بهذا التقسيم الجغرافي؟ شكون؟ فرنسا والانجليز قبل. ودوكا اسرائيل هاي تبدا تتقسم فيها تقسيم واحد اخر. فاهمين؟ ايران مثلا الهدف الاسمى تاعها هي انه يولي الحكم الشيعي. ولادة علي هما اللي يحكموا الأمة الإسلامية. هذا هو المنطق تاعها. فاهمين؟ كاين بعض الفصائل يسبوا في عمر ويسبوا أبو بكر ويسبوا في عائشة. هذا موضوع سياسي. نقول لكم علاه. كاين ناس راه ما تقراش ومش فاهمه وتتلبس. فاهمين؟ يقولوا الناس تلبس مش عارفين تاريخ كيف يصرى. لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي قتلوا عثمان رضي الله عنه هما اللي عينوه. قالوا له انت تحكم ولا نقتلوك. كانوا 1000 ولا 2000 ولا. وداروا بالخليفه. وذاك الوقت نقول لكم علاه. احنا الخلافه بدائيه. خليفه ويعين ولاة وعنده جيش. بدائيه ياسر. مش عارفين كيف يتصرفوا. كي جاو الناس اخرين، جاو ناس دا يقتل عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه قال ما تدافعوش عليا. الصحابه كانوا كيفاه انت خليفه يجوا ناس من بعيد ويسركلوا دار الخليفه والصحابه كيطعشوا هكذاك. الصحابه بالالوف المؤلفه قاعدين. لان الخليفه قال ما تضاربوش معاه. هو يفكر في الدم باه ما تعودش ثوره، ولكنه هو التفكير تاعو كيما هكذا. قال لك انا حتى يقتلوني هاقه واحد خير ما يقتلوا 10000 ولا 20000 ولا 50000. والموت في البلاد الاسلاميه كانوا يقتلوا بال 10000 بال 20 بال 50000 100000. يقتلوهم يتكاتفوا يقتلوهم. على واش؟ كلش على الحكم.
لأن الحكم في الإسلام ما هوش واضح. الله سبحانه وتعالى خلانا البيعة، بصح البيعة هذه لازم تتطور. مش زوج العباد ولا ثلاثة يختاروا واحد ويقول لا دوك راه تطورت. شوفوا أمريكا، شوفوا أوروبا، شوفوا فرنسا. علاه فرنسا ما ينوضش فيها كوديتا؟ علاه فرنسا ما تتكسرش مثلا؟ الانجليز ما تتكسرش، عندها 4 قرون 5 قرون 6 قرون. علاه امريكا ما تكسرش؟ علاه الصين ما تكسرش؟ علاه لا؟ لان كاين حكم. فهمتوا؟ لازم يختاروا الاحسن، مش يختاروا واحد لانه بن علي ولا بن قدور ولا بن عشوش ولا لا. يختاروا الاحسن اللي يقدر ينهض بالامه، يطور الاقتصاد تاعها. ما يقعدش يبيع في البترول والغاز والمعادن هذيك وقاعدين ناكلوا ونشروا. انا نشرب العدس والحمص والعدس كما تاع الخليج كما تاع المغرب العربي الكل. يشربوا في المواد الغذائيه ويبيعوا في الثروات تاعهم اللي عندهم، وهكذا راكدين. ويحبوا الدول الاخرى تخليهم، ما تخليكش. الدول العظمى اوروبا وامريكا والصين وروسيا ما يخلوكش. راه عندك ثروات كبيره وانت انسان جاهل، ما عندك لا اقتصاد، ما عندك لا زراعه لا صناعه، ما عندك تكنولوجيا، وقاعد مازلت راقد ومازلت ماكش تفكر في هذه الحوايج الكل. فاهمين؟ وبعد يقول لك راه الدول الاخرى تغات علينا. ايه تطغى عليك؟ هذا راه منطق القوه. من خلقت الارض هيك هذا. القوي يكون ضعيف. ما كانش عندنا في الدنيا. لازم تقعد قوي باش تدافع على حقوقك وتدافع على دولتك. لازم تقعد قوي. هاك تعود ضعيف ياكلوك. هذا هو المنطق تاع العالم من خلقت الارض، من ادم وحواء حتى اخر الانسان فوق الارض. هذا هو المنطق. لازم تعود قوي. شوفوا روسيا مثلا. روسيا هاهم يديروها في الحصار، هاي دات لهم ثلث اوكرانيا ولا، وتحماوا فيها ما قدروش. شفت كيفاه القوه؟ وعندها قنبله نوويه تقول لهم كنت تلعبوا بذيكم نصفي لكم حسابكم. خاطرش هذا يسموه هذا هذا راه حويجه تاع الوجود. هذا ترى حياتك ومماتك. هذا هو الموضوع اللي لازم تفكر فيه. كما ذكر ايران ذكر عليه جينات التسليح وما حبوش يخلوها. حتى الصين وروسيا ما خلوهاش. كي تقولوا لي انتم لا الصين وروسيا راهم يعاونوا فيها. كون جاو يعاونوا فيها كون عطاوها قنبله نوويه، عطاوها الخريطه تاع قنبله نوويه 4 سنين 5 سنين ديال قنبله نوويه. علاه ما عطاوهاش؟ رئيس بوتين بحد ذاته قالوا له، سالوه السؤال، قال له انت الدول العربيه كانوا اصحابك وعندك اقتصاد ودايرهم اصحابك، بصح تخليت عليهم. قال لك انا مصالحي. الله يسهل. ايران دوكا، ايران كنت تحطم مثال. انا عارف هذوك الجماعه هذوك اللي جماعه اللي ما يمنوش يقول لك ايران تقعد خلينا سيدناش ايران نديروا واحد اي اسيدناش نتوقعوا. مثلا طاحت ايران وتكسرت وهذيك. تعرف ايران شكون اللي يصدم؟ روسيا من الشمال تصدم لايران. عندها مصالح، عندها مصالح بتدخل في غزوين. ثم غزوين شمال شمال ثم شمال ايران وتتمركز. تتمركز. لازم القوه، لازم تتمركز. ما تخليش البلاصه مفتوحه تجي الامريكان وتحط لها اسمها دي باز تما وتهدد الصين. تهدد ايران. الصين كذلك. هذا موضوع تاريخي قديم. دول الخليج دول هي عباره عن دول تقريبا ميته. عندها ثروات وعندها 100 عام وهي عايشه ما قدروش ياخذوا حتى برا، ولا يسوقوا سياره، ولا مش لاقيين التكنولوجيا. الماكله والشراب والتكاثر. تكاثر برك الماكله والشراب والسباق. وشوفوا البذخ كيوروا لك العراس تاعهم والبذخ. كيما كانوا في وقت قوم عاد وثمود، ان البذخ والخيرات طايحه عليهم البترول يبيعوا فيه، وهما يسخايبوا كيجيبوا امريكا تحميهم. ها ما حماتهمش دوك.
ها دوكا بدروا يشوفوا باللي امريكا مش قادره حتى تحمي لي باس تاعها. خام يضربوا فيهم ايران يضربوا فيهم. وايران قالت لهم الدول هذه صغيره، هذيك مع الامارات وقطر وهذه وهذيك، مش دول تضربهم، هي تضرب قواعد برك. قال لهم احنا مش دول نضربوا بصح الصواريخ تطلع من ذيك الدوله. ايران راه مزيان جات متمانه، مش مقاصيه ياسر. كون جا مقاصي يحرق هذه الدول الكل. اي صاروخ يطلع من اي دوله قالت لك راه عدوه. ولحد الان ما قتلتش الشعب. راك عارف هذو الصواريخ اللي تبعثهم اسرائيل 500 ولا 1000 صاروخ، كنت تبعثهم الامارات. هل الامارات تبقى؟ الامارات قال لك الناس عادت تهرب اللي شافوا الرصاص ولا البارو. هما بكري يقول لك الامارات حاطينها، الامارات هذه حاطينها احسن دوله في العالم وانقى دوله في العالم. والبنوك قال لك تستقبل الاموال الكثيره منه. و200 هما يتباهاوا قبل قال لك عندنا واحد 250 الف انجليزي عايش في الامارات، بزنيس وهذيك لا، هذه الشركات جايه تخدم سيارات تمام، ها جايه تبيع للناس عندها الدراهم ياسر يبيعوا لهم سوق برك هكذاك. وش يديروا بهم؟ ولا شو يخدموا المطيح تاعهم ويضربوا الملايير. فاهمين؟ ماهيش حضارات. ما مش مهتمين لا بصناعات لا بتكنولوجيا، ما مش مهتمين. دوكا محمد بن سلمان بدر شويه مع هذا اي ارتفيشال انتليجنس، هذا الذكاء الاصطناعي، وبدر شويه يفوق وقال لازم ندخلوا حوايج وهذيك. ولكنهم عندهم 100 ولا 120 عام هم في الحكومه كاين والو. على بها دول ضعيفه. وذوك الدول العربيه كل ضعيفه نقول لك. ما يقدروش يدافعوا على رواحهم. اختيك من عندك 4 كرتوشات وعندك صواريخ وعندك مش عارف. كما قال لهم كما قال لهم بوتين الرئيس الروسي، قال لهم الدوله اللي ما عندهاش نووي ماهيش دوله. عنده الحق. عنده الحق. روسيا كون مش عندها نووي كون قلبوها يا حسراه يا ويلي وداو لها ارضها اوروبا. وشيني مخوفه روسيا، مخوفه الامريكان، ومخوفه اوروبا، ومخوفه. وقال لهم ترامب قال لهم روسيا ما تلعبوش معها من بعيد لبعيد بعض، تلعبش معها لعب كبير ولا تحب ت... امريكا واوروبا حابين يعطوا صواريخ تاع 2000 و 3000 كيلومتر لاوكرانيا. قال لهم شوف، قال لهم تعطوا لها الصواريخ توصل لموسكو، يضربوا لي موسكو نحرقهم كل. قال هما يقولوا بلي عنده 6000 قنبله نوويه. هذا قال واش قال؟ ربما عنده 10000، عنده 20000، عنده 30000 من اللي خلق هو يخدم في القنابل النوويه وموجههم لدول العالم الكل. اي دوله تنار فيه وتنوض الحرب العالميه الثالثه يرحيها. راه مش لعب هذا راه يسموه. دوكا رانا عندنا في وقت صعيب. كون ما تعودش قوي ياكلوك. شوفوا مثلا السودان واش داروا فيها، قسموها الاطراف. عندهم الذهب، عندهم المعادن، عندهم نهر النيل عاقب، عندهم الماء، عندهم الدول الكل ثم راحت دير ميليشيات وهذيك ويكسروا كسروا في السودان وهذيك ياكلوه ماكله. علاه؟ عنده ثروات، عنده الماء راك عارف راه. اسرائيل لا تدور على نهر الفرات وتدور على نهر النيل لانها تحتاج الماء. مصر عندها الماء ما يدير به والو. هي دوله متخلفه. وما ما عندهم لا صناعات، ما عندهم، ماهيش دوله متطوره، ما عندهمش، ما يصنعوا حتى حاجه. ولا صناعات، بعض الصناعات الحوايج الصغيره بهاك نسيجيه ما عرفتش اللي ما عندهمش تكنولوجيا. واش راهم يديروا هذه الدول العربيه؟ واش راه دير؟ علاه ما صدموش على التكنولوجيا؟ التكنولوجيا لازم تصدم، تقري ولادك في الدول العالم وتجيبهم وتخدم بهم، تبدا تخدم وتدفع الاموال الباهظه باه تتطور. فهمت كيما دارت الصين؟ نرجع لموضوعنا. ايران دوكا
راها بين الحياة والموت. تقول لك انايا آه، النظام تاعهم خايف لا يتخسر، وهذا عنده الحق. لان كي يتكسر النظام تاعو خلاص، لان تتكسر ايران، لان ايران فيها مجموعات، فيها اهل السنه، فيها الفارسيين، فيها العرب، فيها الاكراد، فيها تتقسم كما تقسمت العراق، كما تقسمت سوريا. يقسموها هما ويسقموا ويعطوهم سلاح. تجي بعض الدول تعطيهم سلاح يتقسموا، ومن بعد يدخلوا يضربوا في بعضهم، كما في ليبيا، كما في السودان، كما في سوريا. هذا مكة. ليه؟ لأنها أنظمة ما خدمتش للشعوب تاعها، ما خدمتش الحريات، ما كانش دولة. فاهمين؟ ديمقراطية ما كانش. الانتخابات يزوروها، ما كاين والو، محسوب عايشين قبع عليه هكذاك. فاهمين؟ ولهذا هانا نشوفوا في الحرب هام يتعافوا، هذا كيضرب وهذا كيضرب، والعرب قاعدين يتفرجوا. والخليج خايف من إيران، مش خايف من إسرائيل. هذه العقل تاعهم وين؟ لان يخوفوهم، لان ايران يقولوا راني نجيك، وكون ما جاش الامريكان معاونتك نجيك نحرق جدك ونحكم مكه ونحكم المدينه. هكذا راهم يقولوا. على بها الناس اللي راه مش فاهم هذه تسخابين ايران زعما كي تتضارب مع اسرائيل، تسخابها راه على اسرائيل، مش على اسرائيل. هم يدوروا يتحكموا في العالم الاسلامي. كاين ناس مش فاهمه، ما تقدرش تفهم، لان العواطف. لان شافوها ضربه اسرائيل يقول لك ضربه اسرائيل، احنا مع هذا اسرائيل ولكن الشيعه والسنه متعافرين من بعد وفاه الرسول، هم متعافرين لدوكا. وكاينه دول شيعيه بكري في العالم الاسلامي، وتعافرت مع الدول السنيه هذيك، وتعافوا وظلوا يتعافوا المسلمين هذوما. ما يحبسوش من بعض، ما يحبسوش يقعروا في بعضاتهم ويقتلوا في بعضاتهم. إبادة يبيدوا في بعضاتهم. على واش؟ على جال الحكم. أنا ندور نحكم وندور نحكم كلش، وندور عندي الأموال وندور كما الدول، كما العرب، بنو أمية وبنو عباس، وجاو الآخرين والآخرين موحدين وما عرفتش. كل واحد يجي يحكم بلاصة ويقول لك تاعي وأنا الملك تاعها، ويبدا يقعر في الجماعة الآخرين. وما كانش دولة استقرت هكذا، استقرت قرون، ما كانش وين. ما كانش دول، كل دولات تجي ودولات تروح، دول تجي مثلا فرنسا والانجليز، هم عندهم قرون، 4 قرون، 5 6 7. وهما دولة يسموها فرنسا، دولة يسموها الانجليز. وحنا الدول العربية وين دول؟ ها دولة فاطمية، دولة ذيك، دولة موحدين، دولة زيانية، دولة ما عرفت شنو، وتتخلطت كل، واللي يحكم منا ومنا. ما كانش ما كانش ولهذا الناس اللي تتعامل المواضيع السياسية يتعاملوا معها بالعاطفة، دائما يخرج طريق. واحد يعود مع الخليج، وواحد مع إيران، وواحد مع الشيعة، واحد مع سنة، واحد مع إباضية، واحد مذهب مالكي، واحد صوفي، واحد سلفي، واحد مدخلي، واحد ما عرفش شنو. يلبسوا الناس الكل، تلبس، يقعدوا في الاختلافات وما يتوحدوش. كل مشكل ان الاسلام، علاش جا الاسلام جاب يوحد المسلمين. راك مسلم، لازم تتوحد مع اخوك المسلم. لازم يديروا طريقه الحكم. ذوقا في الوقت الحالي كل زعما علماء يديروا لهم طريقه حكم. كي قال انتخابات، قال مسمار، قال كذا. معظم الدول الخليج ما يقبلوش، يقول لك انا ملك، ما دخلونيش في اسمها، انا ملك وعندي دوله وعندي البترول وعندي الغاز. لا 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 لا, لا واحد يجي فوقي، انا هو ربكم الاعلى. ايران يجيك يقول لك انا هو المرشد، انا هو اللي عندي رانا نستنى ولات عليمه يحكموا العالم الاسلامي. عندهم مذهب شيعي. يجوا الاتراك من فوق، الاتراك
يقول لك احنا كانت عندنا الخلافه وحكمنا 5 قرون ولا 6 قرون وحنا حاكمين، وكانت وقعت ازدهار وحنا حكم المسلمين وحنا اللي قادرين باه نولوا نرجعوا لك الاسلام، ولكن ما قدروش خلاص. ام عادوا مع الاتحاد، ام عادوا مع الحلف الاطلسي. هما مع الحلف الاطلسي كيف يجي معاه؟ هما دايرين درع ضد روسيا، اوروبا دارت درع ضد روسيا كي تنوض الحرب، يدفعوا المسلمين تاع تركيا يدخلوهم في روسيا باه يتعافوا باه يحموهم. هذا ما كان، هذا هو الهدف. ولهذا بقينا في المشاكل والضعف. عندنا المشاكل تاع التناحر هذا، وعندنا الضعف الاقتصادي، الضعف الزراعي الصناعي، ضعف في التكنولوجيا، وضعف في السياسة. ما عندناش سياسات، ما نقدروش نتوحدوا. راكم شايفينها؟ وين توحد؟ احنا المغرب العربي نقدروا نتوحدوا. هذاك تقول يجي واحد يقول لك ايه نتوحدوا، المغرب يجي معاك. المغرب يقول لك انا مليك، انا مليك وعندي ملك وانا من العلويين وراني من ولات علي. كذب كذبه وقعد ثما وخلاص. ما نشتيش واحد يجي فوقي. احنا نقبلوا ما نقبلوش. تونس تقبل لا، موريتانيا تقبل لا، ليبيا تقبل لا. علاه؟ لأن السياسات مش متقاربه. ولكن رانا مسلمين، ولكن الاسلام هذا ما فاشل. احنا عندنا الايمان ما كانش، مصلحه تاع الامه ما كانش، كل واحد يفكر في المصلحه تاعو. فهمت؟ الشخص العربي هذا كل واحد يفكر في روحه، كما كانوا في العصر الجاهلي. كل قبيله تفكر في روحها، تدافع على عبادها وتحارب من اجل عبادها. تقتل لهم واحد يجيو يقتلوا لك 10، الاخرين تقتلهم 10 يجيو يقتلوا لك 20. هذا هو الدول العربيه. احنا الدول العربيه رانا تشكر رانا رجعنا للعصر الجاهلي. لازم يجي واحد يوحد المسلمين الكل ويديرهم دوله قويه وديرهم تكنولوجيا، ومن بعد نعودوا دوله قويه. عندنا النووي وعندنا كلمه، وواحد ما يطوشنا وواحد ما نطوشوه، ومن بعد الدول الاخرى تعطيك قيمه، تعطيك قيمه. انت دوكا ما عندكش قيمه. انت عندك البترول والغاز والمعادن فقط، وهم يدوروا على هذه، يشتروها بالرخص ومن بعد يديروها منتجات ويرجعوها لك بالاف المؤلفه. البترول مثلا، كيفاه السعر تاعو ما تغيرش؟ كيفاه دائما حافظ؟ كيفاه 40 50 60 سنه البترول مازال زايد يهبط مش حتى يطلع؟ علاه؟ لان كاين دول تنتج ياسر وتحط في السوق ويهبط الاسعار، تهبط. ما مش قادرين باه يديروا، حتى الاوبك وهذيك ما مش قادرين باه يطلعوه يديروا 500 ولا 600 ولا 1000 دولار للبرميل، لان البترول هذا ياخذوا الاف المنتجات ويبيعوهم لنا بالاف الدولارات. يشريها ب 60 دولار ويبيعها لك بالاف الدولارات، هذاك البرميل يشريها. لانهم عندهم تكنولوجيا يصنعوا ذاك البرميل. واش يديروا به البرميل؟ علاه امريكا والصين والهند ويشروا علاه واليابان علاه يشروا بترول يحولوه لمنتجات، آلاف المنتجات، ويعاودوا يبيعوها لنا بآلاف مؤلفة. البرميل هذاك هو شارينه ب 60 70 ولا 80، يبيعوه لك هو ب 10000 10000 دولار منتجات من هذاك البرميل. علاه انت ما ديرش هذيك المنتجات؟ يعني ما عندكش تكنولوجيا. وزيد ما نعرفوا نقبوا، ما نعرفوا نحوسوا على المعادن، ما نعرفوا نديروا والو. ما عندنا شركات اللي تخدم. على بها هذه الشركات الاجنبيه كل تخدم عندنا في الدول العربيه كل. ما عندناش تكنولوجيا وقاعدين مازلنا قاعدين وحاطين رانا كلش لاباس والحمد لله، وناكلوا ونشربوا ونصوموا في رمضان وهذيك وندخلوا الجنه وخلاص. هذه هي الدنيا. ولكن في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا المسلمين هذوك يطوروا العلم، القرايه. الناس كلها تقرا، الناس كلها ثقفت، الناس عادت تترجم في الكتب تاع الاغريق تاع الرومان تاع ذيك. ازدهروا في الطب، ازدهروا في الرياضيات في الفيزياء في العلوم. هذا هو الاسلام. الاسلام
هو عبارة عن قوة. الناس تقول هذا هو الإسلام، ويوحد الكلمة. يوحد الكلمة ما كانش. الدول العربية ما عندهمش كلمة، والقمة العربية هذيك قنحوها. القمة العربية ما عندهاش فائدة. ما عندهاش فائدة لأن ما يقدروا يديروا والو. لأن تجيهم الأوامر من أمريكا ومن أوروبا ومن روسيا ومن الصين، تجيب الأوامر يطبقوها وخلاص. فاهمين؟ هذا هو الوضع اللي رانا فيه. اختي هذا الوضع راه كبير، رانا مش قضية إيران تتعافر مع إسرائيل، راه مش هذا هو الموضوع الكبير. الموضوع الكبير أنه المسلمين في بعضاتهم مش فاهمين. فهمت؟ ما مش فاهمين، ودايرين تحالفات مزيفة ما تنفعهمش في المستقبل. ما تنفعهمش، لأنك تروح لواحد قوي وتدير وتقول له احميني. كيف يحميك؟ هو جاي باي يسرقك، جاي يمص لك دمك، تقول له احميني. حاكمة هذه. والصين ثاني دور يمصوا دماء المسلمين، وروسيا وهذيك الكل. لان عندك ثروات وهم يحوسوا على الثروات، مش يحوسوا عليك انت. شيعي مسلم، سني اباضي سلفي ما عرفتش مني، مالكي حنفي، الله يسهل عليك. ما يحوس اعطيه الفائده. يقول لك اعطيني الفائده وهذا هي اللي نحوس عليها انا. روح انت الله يسهل عليك. واحد حاط روح الفقير الناجيه دا يدخل الجنه والناس كل تدخل النار. واحد الناس تلقى ناس مذاهب وفرق تسب في بعضاتها. ملي تفتح الانترنت تلقى الناس تسب في بعضاتها. ما يحبسوش من السبان. انا مانيش عارف هذه، لان ما كاينش قانون. ارواح هنا الامريكاني مال امريكا. ها، امريكا. جيب جيب واحد سني ولا سلفي وشيعي وما عرف شنو ويسب، يدخلوا بعضاتهم الحبس. كل يدخل الحبس لانهم يسبوا. لان هذه الدوله متطوره. الناس ما عندهاش حدود، ما تعرفش الحدود تاع النفس. كي ما يقدرش يتناقش ويعود، ما يقدرش يتناقش، وعقله صغير وعاطفي، ما يقدرش يتناقش. كيف يدير؟ يبدا يسب. مثلا واحد ما يتفاهمش معاك، العوض يناقشك في القضيه، يا يجي طول باه يسبك. شكون اللي هذاك ما عندوش العقل، ما عندوش، عنده العاطفه. هي العاطفه اللي تحرك فيه. فهمت؟ العاطفه تحرك فيه وحياته تمشي بالعاطفه. ما عندوش العقل طول. هو الاسلام يمشي بالعقل، ما يمشيش بالعاطفه. ما يمشيش العاطفه هذه تاع التمسخير هذه. انت راك مسلم مؤمن، آه، آه، اخوه اسلاميه، ما عرفتش وين الاخوه الاسلاميه. سلفي يسب في اخرين، يسميهم الصوفيه، اخرين يسميهم روحهم زهاد، يسب فيهم يقول لهم راكم كفار. يسب في الشيعه يقول لهم راكم مجوس. كذا هو مجوس. هم مسلمين كما انت، يصلوا ويصوموا ويحجوا ويدخلوا مكه. كون جاو مجوس يدخلوا مكه، يدخلوا يحجوا. علاه يخلوا فيهم تاع محمد بن سلمان؟ علاه يخلي مثلا تاع الايرانيين يجوا يحجوا؟ خير موتوا مجوس. علاه يخلوهم يجوا؟ خير محرمه على مكه، محرمه على الكفار. ما يدخلوهاش، ارض طاهره ما يدخلوهاش. علاه يخليهم؟ لان مسلمين. ما يقدرش يقول لك انا اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله ويجي يصلي ويصوم ويحج وتقول لي انت مجوسي. وش مجوسي هذا؟ مجوسي راه يعبد الشمس. وتبدر هذه الفرق هذه، وهذو عادوا يشعلوا فيها وش يسموها، الذكاء الاصطناعي ذوك الكل. عادوا يشعلوا. تلقى الناس تسب في بعضها، في المسلمين يسبوا في بعضاتهم ويظلوا يسبوا في بعضاتهم. هذه هي ملي ينوضوا الصباح وما يسبوا في بعضاتهم، والعشيه والليل ويرقدوا. هذه هي الحياه تاعهم، كيفاه سبان. البلدان الاخرى متحده وتخدم وتدير قرارات في مصالحها، وتطور الصناعات، تطور الزراعات، تحمي الانسان، تحمي الحيوان، تحمي النبات، تحمي كل شيء. وحنايا السب والشتم، وفرقه ناجيه وفرقه مش ناجيه، وهذاك شيعي وهذاك مسني وهذاك اباضي وهذاك زيدي وهذاك اسماعيلي وهذاك ما عرف شنو، هذاك اشعري، هذاك ما عرف شنو. وقال لك راه اختلاف فيه رحمه. ولا اختلاف فيه رحمه؟ لا، الرسول خلاك مختلف.
يا اخي، يا اخي في الوداع، في حجه الوداع اعطاهم الوصايا، قال لهم دماءكم واعراضكم وهذه ما تقتلوش بعضاتهم بعدي. هو مات الرسول، بدرت ناس تقتل بعضاتها الى الان. الى الان الدول الاسلاميه طير رؤوس تاع الناس اللي يجيو. حتى احفاد الرسول كما الحسين طيروا له راسه وبعثوه ليزيد بن معاويه بن سفيان. هذه عباد، هذه عباد، هذه هيشر هذه. هذا الايمان ما دخلهاش طول. لان الناس كي تدخل في الدنيا ينسوا الدين، ينسوا الدين. بعد يقول لك راه كان يقرا القران كما حجاج بن يوسف. كان يقرا القران وما ياكلش الا اذا كان واحد ياكل معاه، هو يظل التابعين يطيرهم في راسهم. اللي ما يعجبوش الحال يطيروا راسهم ويفتك بالناس ويقتل. وهذيك علاه؟ الماده، الدنيا مديتهم ويسخى يروحوا كي يقتلوا هذيك. راه في نطاق الوالي هو اللي قال له، ولي الامر هو اللي قال له، مش عارف بلي هو راح يتحاسب. هذه كيف تمشي الامه الاسلاميه. واخيرا نقول لكم انا عفسه، ايران تبقى ولا ما تبقاش، الشيعه راه تبقى. حتى ايران هذه الدوله الايرانيه زعما اسيدنا شو نقولوا راحت ولا قعدت، ماهوش مشكل كي تقعد ولا تروح. هاد الدول يخليو تروح. مثلا السودان كانت كبيره، قسموها داروها على زوج، داروا الجنوب نصرانيين عاد دوله واحده اخرى، والشمال عاد دوله اخرى، ومن بعد الشمال زادت تقسمت وهم يتعافوا. الدول هذه والتشكيلات تاع الدول راه تروح وتجي. ولكن احنا الاختلاف تاعنا سنه وشيعه، والسنه متقاسمين على قداه المذهب وقداه الاسماء، الشيعه متقاسمين الاسماء ويتعاطوا ويسابوا. هذا هو المشكل تاعنا. راه مش مشكل تاع اسرائيل ومشكل امريكا ولا اوروبا وامريكا واسرائيل كما لقيتش الدول ضعيفه وياكلوا في بعضهم ويلعبوا بهم كما يحبوا. يشوفوا زوج دول اسلاميه يقعدوا يتقاعروا كما بكري الشيعة، ايران والاخرى والعراق. ايران يعطوها دول تعطيها عربيه وغير عربيه، تعطيها سلاح واوروبيه هذه، يعطوا لصدام سلاح. دول عربيه وغربيه وشرقيه وخلوهم يتعافوا. ليه؟ بيكسروا الدول الاسلاميه تتكسر اكل. هذا وش يدوروا الدول اكل تتكسر وما يعد حتى يعودوا كي النعاج. دولة عندها نعاج ياسر يجوها يذبحوا لها نعاجها ويدوا لها نعاجها ويقولوا لها راكي مليحة، كملي كيما هكا راك مليحة. كيما قال لي واحد قال لي لا مش سنة وشيعة، راه إسرائيل قالت لك نهار جات. خديك أنت من إسرائيل، هذه قالت لك نهار جات. هو إسرائيل كيف تجي علاه جات؟ على ضعف دول، هذا علاه جات. ربع عباد ولا خمسة جاوا داروا دولة. كيف يديروا دولة ويولوا مسلمين كل وحداهم؟ هذه العراق وسوريا ولبنان ومصر والسعوديه وكل دول قال لك دول. هي داروا لك دوله صغيره ضربت هذيك الدول الكل. كل قلبتها به، قلبتها بالتكنولوجيا، قلبتها بالتطور، قلبتها بالديمقراطيه. دوله ديمقراطيه. انت ماكش ديمقراطي ما تطلعش واحد اللي يحامي على بلادك ويطورها لك وهذيك. امين. هذه هي وهذا هو. المهم انا اعطيت لكم راي، هو راي عام برك وهذيك. والشيعه راح تبقى والسنه راح تبقى وهذه المذاهب كلها راح تبقى. اللي اندثرت بكري المذاهب الاخرى اندثرت وكاين بعض الاخرين اندثروا، كاين الفرق الاسلاميه اندثروا. ولكن هذه الكبيره قعدت لان الشعب فيها ياسر. الشيعه ما تقدرش راح تغيرهم تقول لهم بدلوا ولا سنه، ما يبدلوش. تاع السنه يبدلوا شيعه ما يبدلوش. كل واحد عنده راي، كل واحد عنده اختلافاته، وكل واحد حسب روحه يدخل الجنه والاخر يدخل النار، ويكفروا في بعضاتهم ويسبوا في بعضاتهم. هذا هو. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كون يجي لك يجينا الرسول صلى الله عليه وسلم وشوفوا هذه السنه هذه والمذاهب والبعض. يا ودي يقولوا خليتكم حجه الوداع، قلت لكم ها كلش واضح. الاسلام القران واضح، الدين واضح، خليت لكم كلش واضح. كيفاه بعد 14 قرن الدنيا كلها تتقلب
وتخلطوا تخلطوا في المذاهب وتخلطوا في الاسماء، وبعد يقول لك راه اختلاف راه رحمه. انا قال واحد عنده راي، شوف يا سيدي، عنده راي، ما لا الرسول كان ما دار حتى حاجه الرسول، ما كانتش واضحه الحوايج. فهمت؟ المهم، هذا هو الموضوع، وان شاء الله تكونوا بخير ولاباس والحمد لله.